تسريبات قميص المنتخب المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس وقميص التدريبات أيضا، وآخر استعدادات كتيبة طارق سكيتيوي لمباراة الأرجنتين. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة، وهيا نبدأ. خاضت كتيبة طارق سكيتيوي كتيبة المنتخب المغربي الأولمبي اليوم أول حصة تدريبية في مدينة سانت تيان الفرنسية استعدادا للمباراة الأولى في دور المجموعات ضد المنتخب الأرجنتيني. وقد ظهر اللاعبون بقميص تدريبات جديد بلون أبيض وأسود وبتصميم بسيط جدا بدون أي لمسات فنية. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا قميص التدريبات، وعبر بعضهم عن استيائه من هذا التصميم البسيط، وقام بمقارنته مثلا بقميص تدريبات منتخب الأرجنتين الأنيق. أما بخصوص القميص الأساسي الذي سيشارك به المغرب في المباريات ضد الأرجنتين وأوكرانيا والعراق في دور المجموعات، فقد تم تسريب هذا النموذج الذي يقال أنه هو القميص الأساسي لكتيبة المنتخب المغربي، وهو يشبه إلى حد ما القميص الأول للمنتخب المغربي الأول. وكمعلومة مهمة فإن كل المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس ستشارك بشعار راية بلدها وليس شعار منتخبها، وهذا ما يفسر استبدال شعار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشعار المملكة المغربية. وقد خاضت كتيبة المنتخب المغربي الأولمبي اليوم أول حصة تدريبية عددية لمباراة الأرجنتين في أول مباريات المغرب في دور المجموعات، حيث خاضت الكتيبة نوعية جديدة من التدريبات. اليوم كان الهدف منها خلق انسجام وروح الجماعة بين لاعبي المنتخب المغربي، وكما تظهر الصور فإن الابتسامة تظهر على محيا جميع لاعبي أسود الأطلس. معطى آخر مهم في تدريبات اليوم، حيث عرفت تواجد اللاعب أسامة العزوزي لأول مرة بعدما سمح له ناديه بولونيا الإيطالي بالالتحاق في آخر لحظة بمعسكر المنتخب المغربي. أسامة العزوزي كان غائبا منذ انطلاق معسكر المنتخب المغربي الأولمبي ولم يشارك في أي حصة تدريبية سابقة، وغاب أيضا عن المباراة الودية ليلتحق اليوم الاثنين بمعسكر المنتخب المغربي بمدينة سانت تيان الفرنسية ليكتمل بذلك صفوف المنتخب المغربي الأولمبي. بخصوص مواعيد مباريات المنتخب المغربي في دور المجموعات، فإن كتيبة طارق سكيتيوي ستواجه منتخب الأرجنتين في أول المباريات يوم الأربعاء القادم بعد يوم غد، وذلك في تمام الساعة 2 زوالا بالتوقيت المحلي بالمغرب. ثم سيواجهون منتخب أوكرانيا يوم 27 من الشهر ذاته على الساعة 4 عصرا، وسيختتمون دور المجموعات بمواجهة منتخب العراق، وذلك يوم الثلاثاء 30 من شهر يوليوز الحالي على الساعة 4 عصرا.